بقالي كتير نفسي احكي لكم قصتي ومترددة بصراحة، بس جه الوقت اللي حسيت ان لازم احكي اللي حصل لي. انا سلمى، عمري 26 سنة. طول عمري كنت جريئة متمردة على كل حاجة، ومش في دماغي غير ان اتبسط وادلع نفسي. بلبس اللي انا عايزاه وبعمل اللي بعمله، ومش بعمل حساب ليه، يعني زي ما تيجي تيجي. حتى لو الناس اتكلموا عني او نصحوني ما كنتش بهتم بكلام حد، كنت بسمع من ودن وخرج من الودن التانية. عايشة حياتي مكبرة دماغي، مفيش أي ضغط، لا من تعليم ولا من أهل ولا حتى ارتباط، كله على مزاجي. كنت بصاحب اللي عايزة صاحبه، وبشرب سجاير بشراهة، وبحب اللي بعمله بغض النظر هو حلال ولا حرام، عيب ولا غلط. كل اللي بعمله في حياتي بحبه، بيقولوا عليا حلوة. مش عارفة دي حقيقة ولا لأ، بس إن جيتوا للحق أنا حلوة في نظر نفسي، ومش مهم الناس. اتقدم لي عرسان كتير وكلهم كنت برفضهم، لأني كنت شايفة إن كتير على أي حد، ولسه ملقتش اللي يستاهلني. بدأت حكايتي لما كنت في يوم في حفلة المطرب مشهور، أنا وصحابي، شلة كبيرة متعرفين على بعض من زمان، مروان ويحيى وعليا وفريدة ويسرى، وفي كمان صحاب تانيين ليا، بس دول أقرب ناس ليا في الشلة، وخصوصا يسرى. يسرى كانت الأنتيم بتاعي، كل أسراري معاها وكل روحي فيها. كانت بتخطفني لما تبقى معايا، وطول ما أنا بكلمها ما بحسش إني لوحدي. كنت بحبها جدا. طبعا هتسألوني ليه بتكلم بصيغة الماضي، خليني أحكي لكم واحدة واحدة. الحفلة كانت حلوة قوي واتبسطنا، خرجنا منها واحنا هلكانين، والوقت كان متأخر. طبعا عندي في البيت أنا مع صحابي ببقى واخدة رخصة، يعني عادي خالص أخرج وارجع وقت ما أنا عايزة. أهلي مدلعيني على الآخر، مفيش حاجة بحتاجها ومش بلاقيها، كل طلباتي مجابة. والحفلة شغالة، كلمت يسرى علشان نروح، لأني كنت حاسة إني تعبانة قوي، شربت كتير وما كنتش مركزة، بس لقيتهم بيتفقوا إننا نروح مكان ناكل وكده. هي كانت جايباني بعربيتها وأنا ما كنتش قادرة، وقلت لها لو مش هتوصليني هطلب أوبر وأروح لوحدي. يومها مش عارفة هي كانت مالها، حركاتها معايا غريبة، وأول مرة تسيبني أو ما بقاش فارقة معاها. قالت لي أوكي يا سلمى، روحي انتي وإحنا هنكمل السهرة مع بعض. أنا عارفة إن الموضوع ممكن يبان تافه، بس ده علشان اللي ممرش بيه ممكن ما يحسش بيا. إحنا مرفهين وحياتنا كانت كلها سهلة وهايفة، بس بنحس وعندنا مشاعر. قررت وقتها إني همشي فعلا، وطلبت أوبر فعلا. فضلوا واقفين معايا لحد ما وصلت العربية، سلمت عليهم كلهم بعد ما كنت فهمت هي ليه هتسيبني أروح لوحدي، لأنها كانت واقفة طول الوقت مع مروان حبيبها، كانوا بيتكلموا سوا ومشغولة معاه. معرفش ليه في اليوم ده حسيت إن غريبة عنهم كلهم، لأول مرة أحس الإحساس ده. قلت لها كنت جيتي معايا أحسن يا بنتي، ضحكت عشان ما بانش إني زعلانة منها بس مش أكتر. ردت وقالت لي بهزار خلاص يا ستي العربية جت اهي، وطريقك بقى غير طريقنا. وضحكت. ركبت وأنا حزينة قوي من كلامها ورد فعلها حتى لو هزار. في بداية الطريق كنت حاسة إني تعبانة، دموعي عايزة تنزل، بس أنا منعاها، مش عارفة ليه مش عايزة استسلم وعيط. خرجت علبة سجاير وبدأت أشرب. السواق بصلي في المراية، قلت له إيه ممنوع؟ قال لي هو ممنوع، بس أنا شايفك متضايقة فمش هبقى أنا وصحابك عليكي. بصيت له باستغراب وقلت له صحابي؟ مين قال صحابي جايين عليا؟ رد وقال الحزن بيبان يا أنسة، أكتر حاجة بتبان على الوش الحزن والفرح، وانتي وشك جميل بس حزين. سكت، بس بيني وبين نفسي قلت هو صح، أنا كنت حاسة إني تعبانة فعلا وقتها وحزينة، بس مش من صحابي، لأ من الدنيا، مع إني واخدة كل حاجة ببساطة بس مش عارفة ارتاح. حسيت إن كل الحاجات السهلة اللي أي بنت تتمناها وأنا باخدها بمنتهى السهولة مش كفاية. كنت محتاجة لحاجة غير كل اللي عندي وغير أي حاجة عشتها، ولقيت إن اللي عشته كله فعلا ما يجيش حاجة في إن أبقى مرتاحة نفسيا وسعيدة بجد، وأنا مش مرتاحة خالص برغم كل شيء امتلكته. رجعت فتحت كلام مع سواق الأوبر، كنت بتكلم معاه لأنه كان شكله مريح، كان شاب وشه باين عليه التدين، كان محترم ومضايقنيش. وبدأت أفوق من الهباب اللي كنت بشربه وقلت له أنا بشبه عليك. قال لي خلينا في مشكلتك، ممكن أعرف زعلانة من صحابك ليه؟ رديت قلت له مفيش،
هو لسه فاضل كتير على ما نوصل؟ قال لي لا هانت. بس أنا لقيتني بعيط بعد ما قال الكلمتين دول. عيطت كأني معرفش البكا قبل كده، وهو سابني براحتي ما كانش بيتكلم. قد إيه في ناس بتفهم وبتقدر وما بتاخدش بالمظهر، وقد إيه في ناس أحقر مما نتخيل. ابتديت أركز في ملامحه أكتر، وأول ما قلت له أنت كنت في كلية تجارة؟ قال لي أيوة يا سلمى، أنا سامح عبد التواب زميلك في تجارة اللي رفضتيه 4 مرات، وكنت كل مرة بتفرجي عليه الجامعة وتقولي له أنت عارف أنت ابن مين وأنا بنت مين؟ أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ ولست التهزيق وشتايم فيا كل ما تقدم لك. ما قدرتش أسيبه يكمل كلامه، ومن إحراجي قلت له كفاية كفاية، نزلني هنا أرجوك بدل ما أفتح الباب وارمي نفسي. قال لي لا خلاص خلاص، ودور وشه علشان يبص عليا ويهديني. فجأة بدون مقدمات في لمح البصر ظهر واحد بيجري وبيعدي الطريق، والسواق معرفش يعمل ايه، حاول يفاديه، دخل في الرصيف اللي قدامه والعربية اتقلبت بينا، وما حسيتش بأي حاجة حواليا. فقت وانا بقول لهم حصل ايه؟ انا فين؟ ايه الأصوات اللي حواليا دي أصوات مين؟ مش عارفة. بقيت أفوق شوية بس مش عارفة أميز أي حاجة حواليا. فضلت على كده 3 أيام، أفوق وارجع أغيب عن الوعي. جيت أقوم من مكاني ما قدرتش، لحد ما بدأت أفهم إني في مستشفى وإن حصل لي شلل نصف نتيجة الحادثة. أول ما افتكرت اللي حصل سألت على سامح، قالوا لي إنه في الأوضة اللي جنبي، وحصل له كسور بسيطة في الإيد والرجل، وكلها كام يوم ويخرج من المستشفى. ما كنتش عارفة وقتها أحمد ربنا إنه طلع من الحادثة سليم، ولا لوم واعتب على نفسي لأن التاني مرة بدمر له حياته وراحت عربيته ضحية اللي حصل. خدت فترة على ما بدأت أتأقلم وأتعايش إني بقيت مشلولة. إحساس صعب قوي، بين يوم وليلة مش قادرة أتحرك، بعد ما كنت بروح لكل مكان بمنتهى الحرية وعدم التقيد. قبل كده لقيت ناس بتيجي تزورني وناس بتكلمني. الموبايل ما كانش معايا لأني ما كنتش بقدر أصلا أبص فيه. الغريبة إني لاحظت إن محدش من صحابي اللي كانوا معايا كلمني خالص، ولا اتصل يسأل ويطمن عليا. هما للدرجة دي كانوا زعلانين مني، ولا أنا للدرجة دي مش مهمة عندهم ومش فارقة معاهم؟ سألت ماما عليهم بس للأسف ما كانتش تعرف حاجة عنهم، ومحدش من صحابي التانيين كان بيكلمني عنهم. كانوا بيقولولي انسي بقى أي حاجة فاتت وخليكي في اللي جاي، انتي بدأتي حياة جديدة ركزي فيها. بس أنا ما كنتش مرتاحة. طلبت منهم يوصلوا لي نت، بس قالوا ان الدكتور منع اي استخدامات للفون لفترة. زهقت وبدأت امل، بس اتعودت على كده. الوضع بعد فترة بقى شبه طبيعي. بعد 3 أسابيع خرجت من المستشفى بعد ما خلاص عملت كل الفحوصات واطمنوا عليا، والدكتور قال لي علشان تقفي على رجلك تاني هتعملي عملية بعد سنة. قلت له يا دكتور 1 سنة؟ قال لي لازم، علشان ما ينفعش عمليات بعد الحادثة على طول، ولا عظم لسه متأثر. كان جوايا حزن وغضب كبير وشعور مش قادرة أوصفه، بس أكتر شعور كان مسيطر عليا وقتها إزاي يسرى ما تسألش عني طول الفترة دي، يسرى دونا عن كل الناس. إزاي حتى لو متخانقين أو عليت صوتي عليها شوية وأنا خارجة معاهم ما تجيش حتى تقولي سلامتك وتمشي. طلبت التليفون لما روحت أول حاجة ومحدش اتكلم معايا ولا عارضني، بس حسيت إنهم مش عايزيني حتى أمسك الفون. بس في نفس الوقت مش طبيعي إنه يتمنع عني لحد دلوقتي. دخلت على الفيسبوك علشان أشوف صحابي اللي مفيش فيهم واحد بعتلي مسج حتى، واتصدمت من المفاجأة اللي ما كانتش تخطر على بالي. الشلة اللي أنا صممت أسيبها يوم الحفلة كلهم ماتوا في حادثة عربية وهم مع بعض كلهم. ويسرى راحت وأنا متخانقة معاها. يا ترى كانت زعلانة مني؟ طب أنا ليه ما كملتش معاهم؟ وإزاي أعمل حادثة في نفس الوقت اللي عملوا فيه الحادثة وهم كلهم ماتوا وأنا عشت؟ دي مش صدفة، لأ. وقتها بس افتكرت كلمة يسرى ليا وهي بتقولي طريقك بقى غير طريقنا يا سلمى. فضلت أصرخ وعيط لحد ما تقريبا أغمى عليا. أهلي كانوا عارفين إن ده حصل علشان كده خبوا عليا وأنا في المستشفى. مش عارفة أعبر عن مدى الحزن اللي جوايا من وقتها، والأيام اللي عشتها في تعب وعياط لحد ما خسيت النص ومبقاش في حيل حتى للعياط. عدت الأيام، عدت وأنا ما بنساش أبدا اللي حصل. ما بنساش إن ربنا نجاني من الموت. الله أعلم حكمته من كده، إني أبقى الوحيدة إنه يديني فرصة جديدة أعيد حساباتي وأبدأ أعيش حياتي صح. قد كده بتحبني يا رب،
تنجيني بحادثة تانية على بعد مسافة مش كبيرة من حادثة صحابي اللي كلهم ماتوا فيها. ومن بعدها نظرتي لكل حاجة اختلفت، بقيت بشوف الحاجة بعين تالتة ما كانتش عندي، وهي عين البصيرة. بقيت بشوف وبدور دايما على الحكمة من كل أزمة، على رسالة ربنا اللي بين السطور. يمكن فعلا ما كنتش متدينة، بس طول الوقت كان جوايا حاجة مش راضية عن اللي كنت فيه وبعمله. جوايا حاجة بتقولي لا، ما تكمليش في الطريق ده. كانت بتجيلي على هيئة خنقة أو اكتئاب مفاجئ وبعد عن كل حاجة حواليا. ما كنتش حاسة بأي سعادة، وكنت بجتهد وبحاول كتير. كنت بقع أول ما صحابي ينادوني لنفس الطريق، بس فعلا ما بقتش بقدر أمنع نفسي من التفكير في حكمة ربنا في كل حاجة حواليا بتحصل، وما بقتش باخد الأمور باستهتار زي الأول. تبت عن كل حاجة وحشة عملتها، تبت توبة نصوحة بعد ما عرفت طريق حبيبي وطبيبي ربنا. فجأة جرس الباب رن واختي فتحت. بصيت لقيته سامح. أول كلمة قالها: أنا عارف إنك كارهة وجودي في مكان، بس صدقيني أنا المرة دي جاية أطمن عليكي وأمشي ومش هضايقك تاني. قلت له: اتفضل يا سامح، انت لولاك كان زماني مع صحابي. قال لي: حمد لله على سلامتك وربنا يتم شفاكي على خير. قلت له: كده على السريع وانت واقف؟ اقعد اشرب حاجة واحكي لي، انت فعلا كنت بتراقبني من بعد الجامعة؟ قال لي: بصراحة ما غبتيش يوم واحد عن بالي، رغم كل اللي عملتيه فيا. كل يوم كنت بسجد وادعي ربنا تكوني من نصيبي، وبرغم حزني الشديد لما صحابك كانوا شادينك للطريق الغلط، بس ما بطلتش دعاء ان ربنا يهديكي للطريق المستقيم. كنت مؤمن جدا بالآية القرآنية اللي بتتكلم عن رحمة وعظمة ربنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. قلت له: فعلا صدق الله العظيم. وهو استجاب يا سيدي، وكنت انت طوق النجاة. ماما كانت قاعدة جنبي وقتها، قالت: احنا كمان كان علينا عامل كبير يا سلمى في اللي وصلتيله، احنا برضو كان لازم نهتم ونسأل عنك اكتر من كده. رديت قلت لها: فعلا يا ماما، كنت محتاجة رعايتكم واهتمامكم بيا في كل صغيرة وكبيرة. رد سامح وقال: ملحوقة ونبدأ صفحة جديدة. وبصلي وقال لي: يعني بجد خلاص ما بقيتيش تكرهيني؟ قلت له: أنا ما كنتش بكرهك، أنا كنت عامية والحادثة خلتني فتحت. قال لي: يعني لو قلتلك نتجوز ل5 مرة هتوافقي؟ وقتها بصيت في الأرض وقلت له: ما بقيتش أنفع حد يا سامح، هتتجوزني عطف وشفقة يعني بعد اللي حصل لي؟ قال لي: لا والله، انت لسه في نظري أجمل بنت شفتها، وهتفضلي في عيني كده على طول، واللي انت فيه مجرد محنة وهتعدي. والدكتور طمني وقال لي كلها شهور وتعملي العملية وتقفي على رجلك تاني. مش قادرة أقول لكم، كلامه كان مطمني ومخليني أسعد واحدة في الدنيا. وفعلا وفى بوعده وفضل جنبي لحد ما عملت العملية وقدرت أقف على رجلي من تاني، واتجوزنا وجبنا مازن وزين. وأنا كل أسبوع بزور صحابي، عمري ما نسيتهم وبدعي لهم دايما، وحوشت لحد ما شاركت في بناء مسجد رحمة ونور ليهم. أنا بتمنى محدش يشوف اللي أنا شفته ويخسر كل صحابه في يوم وليلة، وبتمنى من قلبي بعد اللي حصل لي محدش يعيش نفس حياتي أبدا، واللي عايش زيها يبتدي يغير من نفسه ويعيد حساباته ويدي نفسه فرصة جديدة مع ربنا في التوبة والرجوع. باب توبة ربنا لسه مفتوح، يلا بينا كلنا نرجع له قبل ما يفوت الأوان. وادعوا دايما تكون خاتمتنا على حسن خاتمة. قربوا من ربنا قوي علشان حياتكم كلها تتصلح، وتتوبوا عن أي حاجة حرام، لأنه قادر ياخد بإيديكم ويغيركم للأحسن. بس انتوا قولوا يا رب.